السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عالم أمري. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة، ورمضان مبارك كريم يدخل عليكم بالصحة والسلامة وكل ما كتمناو إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم بريوات ساهلين اقتصاديين عربطون. كذلك غادي نشارك معكم زعزع البلدي كيجي رائع في السحور وكله فوائد وشت لكم نهار كامل. غندوزو المكونات والطريقه في نفس الوقت. قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كيف كتشاهدوا اخواتي، هادو هما المساند الرسمي في الحشوات ديالنا ديال رمضان. عندي هنايا خيزو، عندي فلفله هكا خضراء وحمراء، عندي الكورجيت، كذلك البصله، قزبر والمعدنوس. البصله هنا استعملت الخضاريه والزيتون. بالنسبه هنا الكميه ديال الخضره نتوما كتحكموا في الكميه اللي بغيتو على حسب شحال غتوجدوا. وكذلك غنحتاج الشعريه الصينيه هذه ديال الرز. عندي هنا جوج ديال الموصوات. صافي هنا كيف كتشاهدوا بالنسبه لهاد الخضره قشرتها وغادا ندوز باش غادا نحكها، واللي تقطع هكا غادا نقطعها مربعات. بالنسبه لهاد الكورجيت كتبان لكم خليت لي هذاك الراس ديالها غير هكا في الحكه كيفاش نحكها تجيني ساهله نلقى منين نشدها. صافي هنا دزت باش غادا نحك خيزو الكورجيت ونقطع الفلافل والبصله المربعات. هنا قطعت كل شيء، وكذلك القزبر والمعدنوس. ضفت التوابل. بالنسبه للتوابل ضفت هنايا عندي التحميره، عندي الخرق ومعرق، شويه الابزار، هذيك عندي البودره ديال الثومه، القزبر يابس مطحون، وعندي العطريه ديال البسطيله، وشويه ديال الملح. صافي هنايا هنا غادي نخلط جميع المكونات حتى تدخل لي هكا الشرموله مع هاد الشعريه الصينيه اللي ضفت. انا راه ضفت الهريسه وضفت شويه ديال الفرماج حمر كيف ما شاهدتوا معايا. صافي هنا خليت الحشوه حتى تبرد وتكون ناشفه من الماء، ما يكونش فيها الماء. غادي نستعين هنا بشويه ديال الزيت اللي فيه التحميره، وعندي شويه ديال الدقيق اللي مخلط بالماء باش غادي نسد البريوات ديالي. ماشي بالضروره كندير هاد الطريقه صراحه، ما تنديرهاش ديما، ما كنسدهمش دائما بالدقيق. يعني اغلبيه المرات كنديرهم هكا، كنطويهم وكنخليهم على ديك الجهه اللي كتكون محلوله، كنديرها من التحت، هي اللي كتكون على التحت، ماشي هي اللي في الوجه، هي اللي كتكون مباشره على اللاطه. بهذيك الطريقه البريوات ديالنا ما كيتحلوا لينا ما والو. هنا كندير هكا شويه دقيق، الا كنت هكا غادا نخلي منهم، يعني ما غاداش نطيب كل شيء في نهار واحد. صافي هنا كنبدا نعمر في الحشوه ديالي، وعلى هذه الطريقه كنطوي البريوات بالطريقه السهله. خديت هنا الورقه الحجم الصغير، كناخذ الورقه الحجم الصغير فاش كنكون غندير هكا هاد البريوات. والا كنت غندير هكا على شكل بسيطلات كناخذ الورقه من الحجم الكبير. كيف شاهدتوا معايا هنا ماشي بالضروره ندير الدقيق، انا هنايا كاين شي وحدين درت لهم الدقيق وشي وحدين ما درتهمش. صافي كندهن دوك الوريقات ديالي ديال البسطيله بداك الخليط ديال الزيت والتحميرات، يعطيونا هكا واحد اللون اللي هو زوين. صافي وكنبقى نعمر وكنطوي بنفس الطريقه كيف ما شاهدتوا معايا، كيف ما موضحه في الفيديو، بطريقه اللي هي سهله، ما ياخذوش منكم هكا وقت اللي هو طويل. هانتوما كي لاحظتوا هنايا واخا ما نضيفش الدقيق راه هما كيكونوا مسدودين. صافي هنا من بعد ما كملتهم دهنتهم بهذاك الخليط من الفوق، وهذا ندخلهم الفران باش يطيبوا. هذه الكميه اللي وجدت هنا. بالنسبه للورقه استعملت نص كيلو ديال الورقه في هذيك الحشوه، مازال شاطت ليا من الحشوه ما درتهاش كامله. صافي هنا بالنسبه غادا ندوز باش غادا نشارك معكم الزعزع البلدي. هكا يمكن لكم توجدوه السحور، كله فوائد وصحي ويشد لكم هكا النهار كامل ما يجيكمش الجوع. كتشاهدوا عندي هنا الا اللي رطبته وسلقته، كذلك الرز والشعير مفسخ. هنا يمكن لكم تضيفوا حتى القمح مفسخ ما ضفتوش. والمكسرات تضيفوا اي مكسره موجوده عندكم، اللوز، الكاجو، القرقاع، التمر، الزبيب. مهم انا هادشي اللي اكتفيت به. هنا ما نسيت ما ضفتش حتى التمر.
كنضيفو حتى هو اي حاجه كتكون موجوده عندي في المكسرات كنضيفها لهاد التحليه او زعزع. بالنسبه للريب، هذا هو الريب، هذا الريب راه صايبته هكا، ريب منزلي. غادا نشارك معكم الطريقه ديالو. كيف شاهدتوا كنخوي واحد الكميه ديال الريب، وكنضيف من هاد المكونات اللي سلقت، نسلقوهم ونخليهم هكا حتى يتقطروا من الماء، ونديروهم في الثلاجه حتى يبردوا. طبيعه الحال كتعرفوا هكا هاد التحليه او زعزع البلدي كتقدم بارد. وغادا نخلط هاد المكونات، ثم ضيفوا المقدار اللي بغيتو من هاد المكونات، ونديريهم هكا في زليفات. ضروري نخلطوا، ضروري نديروا الريب هكا من تحت. يمكن لكم هنا تستعملوا حتى الريب ديال الباكيه اللي كيتباع هكا في لي باتيسري. صافي هنا كنخلط هاد المكونات مع بعضهم، وغادا ندوز باش غادا نقطع فوقهم الفواكه اللي عندي. بالنسبه هنا الفواكه انا استعملت عر الموز، البنان والتفاح. يمكن لكم تضيفوا تخلطوا هكا حتى الفواكه اللي بغيتو. ساهل، وكيف قلت لكم كيجي رائع، واهم حاجه انه صحي، يعني فيه فوائد. كنقطع هكا التفاح بالقشور ديالو، ماشي بالضروره نزول له ديك القشره، وكنقطعو بالشكل هكا على شكل مربعات. يمكن لكم تضيفوا هنا حتى الفريز، تضيفوا الكيوي، كذلك تضيفوا الايجاص، البعويد، اي نوع ديال الفاكهه يمكن لكم تضيفوها، وماشي بالضروره ماشي بالضروره تضيفوا كل شيء. ويمكن لكم كاع ديروا هاد المكونات بلا فواكه، يعني ديروا على المكسرات وهذوك والشوفان، ويمكن لك تزيدوا هنا حتى الشوفان. انا راه نسيت حتى هو ما ضفتوش. هنا راه مزروبه، يعني قرب هكا الاذان صافي، وصايبتها التحليه بالزربه. راكم عارفين فاش كنكونوا هكا مدروكين مع الوقت. كذلك من ضفت هادو نزيد واحد الكميه ديال الريب. هنا راني مسجله الفيديو ديال الريب كيفاش تصايبوه. ريب هكا منزلي كيجي رائع صراحه، انا كيعجبني، كيجيني احسن من هذاك اللي كيتباع على برا. يعني هذا ما فيه ما يعني كنراوبوه روسنا بلا فنيده. غنشارك معكم الطريقه ديالو، راه ساهله، كنت مشاركاها معكم في البدايه ديال القناه، يعني شحال هذه، ولكن غدا نعاود نشاركه معكم. الاخوات هكا كتعرفوا في رمضان كنحتاجوا الريب صراحه. صافي هنا غادا نضيف كذلك القرقاع، وممكن لكم تضيفوا هنا حتى اللوز، شويه ديال الزبيب، التمر، وتضيفوا حتى الشوكولا الا عندكم الشوكولات، وديروا هكا واحد الخطيطات ديال لي صوص ديال الشوكولا ولا الكراميل ولا اللي بغيتو. وهذه كي التحليه ديالنا، وهادو هما البريوات شفتوهم من فاش طابوا كيف كيجيو مقرمشين محمرين رائعين. نتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تنساوش الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على لايك والجرس. ما تبخلوش عليا اخواتي باللايك، بهذيك اللايك، الضغط على ديك اللايك الله يسهل عليكم. واللي ما مشتركاش في القناه تشترك، مرحبا بها والف مرحبا. دمتم في رعايه الله وحفظه، ورمضان مبارك كريم عليكم وعلى الامه الاسلاميه اجمعين.